أهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم رشيد، أحييكم من مدينة سلا. وبمناسبة اقتراب رمضان المبارك، أتمنى لكم رمضان مبارك كريم، وكل عام وأنتم بألف خير. اليوم سوف أتحدث عن الجولة الأخيرة والحاسمة في كأس الكونفدرالية الإفريقية. اخترت اليوم تحديدا مجموعة اتحاد العاصمة وأولمبيك أسفي، ولو أنها ليست حاسمة على اعتبار تأهل الفريقين رسميا في الجولة الماضية، أي الجولة الخامسة، تأهل بشكل رسمي كمركز أول وثاني للفريقين معا. ولكن هذه الجولة فيها ديربي مغاربي مثير بين الفريقين، اتحاد العاصمة الجزائري وأولمبيك أسفي المغربي، من أجل التنافس على المركز الأول. وهو مهم لأن صاحب المركز الأول هو الذي سوف يستضيف مباراة الإياب على أرضه في الدور ربع النهائي إن شاء الله. المباراة سوف تجرى طبعا في الجزائر، في العاصمة الجزائرية، أعتقد في ملعب 5 جويلية أو ملعب نيلسون مانديلا. هناك يوم السبت على الساعة 8 إن شاء الله بتوقيت الجزائر، والمغرب أعتقد نفس التوقيت، نعم، زائد ساعة على توقيت غرينتش. لدي الفرق حاليا بين الفريقين هو نقطة واحدة. إذا فاز الاتحاد العاصمة أو تعادل فسيبقى متصدرا، بينما أولمبيك أسفي لا خيار أمامه سوى الفوز إن أراد صدارة المجموعة. ولكن ليس مهما، أعتقد أنا شخصيا بالنسبة أولمبيك أسفي فوصوله إلى دور ربع النهائي فهو إنجاز كبير لهذا الفريق المسفيوي، ممثل إقليم عبد غرب المغرب، على اعتبار أنه أول مشاركة قارية له في تاريخه ويصل إلى هذا الدور أي الربع النهائي. فهو إنجاز كبير لهذا النادي الذي يعاني محليا حاليا، وهو يقبع في مؤخرة الترتيب للدوري المغربي، رغم أنه منقوص فعلا من 3 مباريات لديه مؤجلة. نبذة تاريخية بسيطة عن أولمبيك أسفي، فهو لديه لقب وحيد في المغرب وهو كأس المغرب أي كأس العرش. هو اللقب الوحيد الذي لديه، فهو ليس متوج بالدوري المغربي نهائيا، ولكنه نادي عريق وكبير ولديه شعبية كبيرة في مدينة آسفي، عاصمة الخزف، أو حاضرة المحيط كما نلقبها هنا في المغرب. نرجع الآن إلى اتحاد العاصمة الجزائري، نادي كبير جدا في الجزائر، من الأندية الشعبية الكبرى والعريقة، وأيضا من أحد الناديي القمة في العاصمة إلى جانب المولودية. اتحاد العاصمة حاليا أيضا لديه ضعف النتائج محليا فعلا، فهو في المركز السادس، لديه 24 نقطة، ولكن أيضا لديه 3 مباريات مؤجلة. أعتقد ربما في المركز الثامن وليس السادس في الدوري حاليا. المهم، يمكن أن تصححوا لي المعلومة للإخوة الجزائريين المتابعين أو أيا كان. وبمناسبة لا تنسوا التعليق وأيضا الإعجاب والاشتراك من أجل تشجيعي على متابعة والتحليل لاحقا، فشكرا لكم. قلت اتحاد العاصمة حاليا في المركز الثامن في الدوري المحلي، ولكن لديه مباريات مؤجلة، وكذلك النقاط متقاربة بين المتصدر وباقي الثاني والثالث والرابع إلى غاية المركز السادس. ليست نقاط كثيرة، يعني ممكن تدارك الأمر لاحقا. اتحاد العاصمة حاليا في كأس الكونفدرالية الإفريقية كان أداؤه مبهرا فعلا، استطاع أن يخطف فوزين خارج الميدان من قلب آسفي، وأيضا هناك في الأسبوع الماضي في الجولة الماضية أيضا كان خارج ميدانه. وتاريخيا نبذة بسيطة عنه، لديه 8 ألقاب في كأس الجمهورية أو كأس الجزائر، وأيضا 8 ألقاب في الدوري الجزائري.
ولديه لقب واحد قاري وهو كأس الكاف، ولقب واحد وهو كأس السوبر، ولم يتوج بعد بدوري أبطال إفريقيا، وهي البطولة المهمة على اعتبار أنه نادي كبير جدا، وبالتالي صراحة يستحق أن يكون متوجا بالنجمة الكبرى وهي دوري أبطال إفريقيا. هذا الموسم أنا شخصيا أعتبر اتحاد العاصمة من أبرز المرشحين للتتويج بهذا النسخة، إلى جانب مواطنيه شباب بلوزداد، لأني شاهدت مبارياتهم وبكل صراحة هم الأفضل حاليا، مع منافسة من طرف الوداد والزمالك. إن تأهل الزمالك ولكنه سيتأهل رغم أنه انهزم الأسبوع الماضي. ولكن حاليا في المستوى دوري المجموعات فالأندية الجزائرية الاثنين، شباب بلوزداد واليوسما كما يحلو لمحبي الاتحاد أن يسموه. اليوسما وهو الذي يمثل بالمناسبة منطقة معقله التاريخي سوستارا هناك في الجزائر العاصمة، ولكن لديه شعبية كبيرة طبعا في مناطق واسعة من الجزائر الشقيقة. قلت أن اتحاد العاصمة مرشح بقوة ويريد التتويج بنجمته الثانية في كأس الكاف هذا الموسم. في دور الربع طبعا يختلف كل شيء، ذلك يسمى خروج المغلوب، لا علاقة له نهائيا بدور المجموعات. يعني حتى لو تتأهل متصدرا ب 18 نقطة، راه كما نعرف مباريات خروج المغلوب هذيك حسابات أخرى، تكتيكات أخرى، طريقة لعب أخرى، ظروف أيضا أخرى. يعني ممكن أن تكون مثلا الزمالك في مجموعة حاليا في مجموعة صعبة أمام كايزر شيفس، ممكن أن يتأهل ثانيا، وبالتالي ممكن اتحاد الجزائر أن يواجه الزمالك في ربع النهائي. ها هو نهائي قبل الأوان منذ الربع النهائي، لذلك قلت يجب الانتباه لهذا الأمر. إذا أنا أرى أن المباراة في يوم السبت المقبل ستكون مشوقة إن شاء الله بين أولمبيك أسفي المغربي وكذلك اتحاد العاصمة الجزائري، واعتبرها بروفة استعداد للفريقين معا من أجل الأسبوع الأخير من شهر فبراير لمباراة الذهاب في كأس الكونفدرالية من ربع النهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. إن شاء الله أتمنى كل التوفيق طبعا للفريقين، اتحاد الجزائر وكذلك الكأس وكذلك أولمبيك أسفي وكذلك فرق الجزائر، فرق العربية الأخرى المشاركة هذه السنة وعلى قلتها طبعا ليست كثيرة. إن شاء الله سأتحدث لاحقا عن بعد نهاية المباراة عن تفاصيلها، وربما أقوم ببث مباشر، قد 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 أقوم به، وإن كنت سأقوم سوف أعلمكم بذلك إن شاء الله. كامل التوفيق لكم إخوتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.